يا اهلا وسهلا بيكم في العبور. احنا النهارده في منطقه العبور زي ما حضراتكم شايفين في كومباوند النخيل. بنسلم شقه ومشروع. بصراحه احنا من كتر ما احنا حبينا المكان وحبينا الناس اللي اتعاملنا معاهم هنا، وكمان صاحب الشقه واللي احنا اتعاملنا معاه كان من الناس الذوق جدا، اللي بصراحه بشكره على تعامله الراقي. واحنا طبعا قال لنا شقه معاكم واعملوا اللي انتوا عايزينه. بصراحه زي ما حضراتكم شايفين احنا معظم الحاجات خدنا رايه فيها، بس طبعا كان بتصميم احنا بنبعته له ونقول له ايه رايك نعمل ده او نعمل ده. فكان من الحاجات كل ما نكلمه على حاجه الصراحه يقول اعملوا اللي انتوا شايفينه صح. فبصراحة يمكن إلى حد ما بعد الشيء الشقة من تصميم وشغل المهندسين اللي شغالين معانا في الديزاين صممنا الليد بروفايل زي ما حضراتكم شايفين في السقف كده بالشكل ده. عملنا السابق واللاحق، وعملنا ننزل على المكتبه زي ما حضراتكم شايفين، وعملنا الستيل على المكتبه بالشكل ده، شكله شيك جدا وجميل. وعملنا طبعا السوبر ماربل زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده، شكله شيك جدا وشكله ظريف. عملنا السبوتات زي ما حضراتكم شايفين الدبل، وعملنا التريبل على الاجناب. الاضاءه وورم كلها بتدي هدوء وبتدي دفء وشياكه. الالمونتين زي ما حضراتكم شايفين كده عملناه برضو بجوده عاليه وشغل بدهانات، الدهانات بتاعه الالمونتين زي ما حضراتكم شايفين وكده شكلها جميل وظريف. البلكونه زي ما حضراتكم شايفين كده، كل اللي يعدي من الشارع يا جماعه والله يعني يقول ايه الشياكه دي. البلكونه بصراحه شكلها شيك جدا، وانت في الشارع تحت مميزه عن بقيه العماير اللي احنا شايفينها حوالينا. البلكونه ملفته لكل اللي بيعدي، شياكتها والسقف بتاعها، الحجر اللي احنا عملناه رملي، كل ده ملفت جدا لكل الناس اللي ماشيه بصراحه في الشارع بتقول ايه الجمال ده بالنسبه للبلكونه. طبعا هم ما شافوش الشقه، ان شاء الله الشقه تعجب برضو الناس اللي بتتفرج علينا. شقه جميله جدا، واحنا بصراحه راضيين عن الاداء اللي احنا عملناه فيها. زي ما حضراتكم شايفين كده. احنا تعالوا نفرجكم بقى الغرف والحمامات والكلام ده كله، فيه تفاصيل كتير عشناها وعملناها بشكل ان شاء الله يعجبكم. ادي غرفه مثلا عملناها، دي غرفه الليفنج، هيعمل فيها سرير ويعمل فيها دولاب ومكان التلفزيون. كان فيه هنا عمود، فعملنا هنعمل هنا القاعده بتاعه التلفزيون، وهنبدا نرحلها على العمود ده بشكل شيك. عملنا ورق الحائط بالشكل ده، وعملنا الليد بروفايل بشكل حرف ال كده، شكله جميل جدا وشيك. لان احنا طبعا عندنا هنا 3 غرف، فكل غرفه من الغرف عملنا فيها ديزاين لليد بروفايل شكل تاني غير اللي بعده. هنا طبعا حمام الضيوف زي ما حضراتكم شايفين، حمام الضيوف هنا قاعده وحوض عاديه، وعملناه برضو بالشكل ده والديزاين ده علشان خاطر هو كان عاجبه، برضو بعتناه له على الواتساب وعجبه، فقلنا له نتوكل على الله في فعل اعملوه. هنا السبوتات في كل مكان مخصصه ومعموله بالطريقه الشيك اللي تخلي شكل طالع شيك وجميل في نفس الوقت. عندنا هنا المطبخ، طبعا المطبخ كان في فتحه الباب على طول، فالكلاين هنا قال لنا اعملوه عليه باب، فطبعا قلنا له مفيش مشكله نعمل باب على المطبخ، فعملنا الباب زي ما حضراتكم شايفين هنا. عملنا الغسالة وعملنا الحوض، عملنا هنا مكان البوتاجاز، وعملنا التلاجة والديب فريزر، وراعينا طبعا مثلث الحركة، وان ست البيت تقف شكلها يعني مرتاحة في المطبخ وما فيش اي مشكلة بالنسبة لها. الاضاءات طبعا بنركز على اضاءات المطبخ ان هي تكون شكلها برضو ابيض علشان خاطر تدي اضاءة للي واقف مرتاح بيقطع حاجة بيعمل حاجة، الدنيا تكون ظريفة بالنسبة له. هنا عندنا كمان يا جماعه الطرقه، يعني بصراحه انا شايف ان الطرقه برضو من الحاجات اللي كنا موفقين فيها وعملنا فيها شغل كويس. هيدلايت على الحيطان والسبوتات بالشكل ده، كانت برضو من الحاجات اللي اتعملت هنا وكان شكلها ظريف جدا. تعالوا نشوف اوضه الاطفال. وطبعا بالنسبه للاطفال هي مش اطفال قوي يعني بصراحه، هم الناس يعني ناس مثلا 12 سنه و15 سنه، فهم عملنا ورق الحائط مبهج شويه الى حد ما اللي هو يمشي مع سنهم، وفي نفس الوقت ال 3 دي اللي احنا عملناه على الحيطه ده
شكله حلو وشكله بارز وجميل. عملنا برضو الليد بروفايل بطريقه مختلفه، بطريقه غير كل غرفه بطريقه مختلفه عن الثانيه. توزيعه الاسبوتات احنا كل حاجه متوزعه بالطريقه الصح. عملنا مكان للستاره، وطبعا الالوميتال زي ما حضراتكم شايفين نفس اللون اللي بيمشي مع الحيطه. تعالوا بقى نشوف الحمام، وده بصراحه حاجه تانية خالص. زي ما حضراتكم شايفين كده الحمام، طبعا البلاطه دي من البلاطات بصراحه ال 120 في 60 دي من البلاطات اللي بتطلب منا كتير. وطبعا معظم الناس لما بنبعت لها اشكال للبلاط بتطلب منا نفس البلاطه، عاملينها في كذا شقه. طبعا بنطعم بالاكسسوارات المذهبه زي ما حضراتكم شايفين، المرايه، الليد، القعده، الحوض بالوحده بتاعته، القعده زي ما حضراتكم شايفين، القعده هنا الدفن، صندوق الدفن بالخلاط برضو زي ما حضراتكم شايفين، الخلاط المذهب. كل الاكسسوارات هنا باللون المذهب علشان خاطر تمشي مع الديزاين اللي احنا عاملينه والبلاط. هنا الشاور برضو بالشاور الداخلي الاسود في ذهبي، برضو شكله جميل جدا ومدي شياكه للحمام صراحه. الاضاءات والسقف والخرائم اللي بنعملها في السقف دي بنحط فيها الاسبوتات بيبقى شكلها شيك جدا وجميل. غرفة النوم كلها رقية يا جماعة والشياكة زي ما حضراتكم شايفين. استخدمنا ورق الحائط وعملناه بال 3 دي، لأن طبعا ورق الحائط دلوقتي مش لاقيينه، أو الرسومات اللي بتعجبنا ما بنلاقيهاش متوفرة عشان خاطر الاستيراد والكلام ده كله. فبنبدأ ناخد الصور ونطبعها 3 دي، وبتكون كمان مش مكلفة زي ورق الحائط، وفي نفس الوقت بتدي شكل وحاجة شيك جدا وهادية. زي ما حضراتكم شايفين السرير هيكون في الجزء ده، وطبعا هنا التلفزيون قصاد السرير على طول. عملنا الدولاب في الجزء ده، وطبعا الدولاب لما نحطه هنا بعدنا الليد شويه علشان خاطر نبدا يبقى الاضاءه بعد الدولاب. طبعا السرير هنا 2 كومود، واستخدمنا طبعا البرايز اللي هي فوق الكومود بارتفاع 80 سم علشان خاطر ما تكونش في خلفيه الكومود وما ينفعش استخدامها، فبتبقى فوق الكومود عاليه شويه عن بقيه برايز الشقه والاستخدامات التانيه. هنا مكان التلفزيون، وهنا طبعا كشاف الطوارئ. احنا طبعا بنستخدم كشافات الطوارئ في كل مكان عشان خاطر لو الكهرباء قطعت الكشافات دي بتشتغل اوتوماتيك لوحدها. بيت الستاره بتاع اوضه النوم طبعا عملناه محدد على الشباك علشان خاطر طبعا هنا شارع. المهندسين اللي شغالين معانا وكل تصميمه بنعملها وكل حاجه بنعملها في الشقه او اي مشروع احنا بناخده، ده بيخلينا نشوف ان لازم مثلا نبدع ونعمل حاجه جديده ونعمل شكل جديد. الباب المصفح كان موفق برضو، التحميل بتاعه والتصفيح كان شيك جدا. طبعا لوحه المفاتيح كان انسب مكان ليها ان احنا نخليها ورا الباب عشان ما تبقاش ظاهره قوي. الشقه طبعا فيها تفاصيل كتير يا جماعه، وعشنا فيها تفاصيل كتير ممكن نتكلم عليها كتير. بس طبعا احنا مش عايزين نطول على حضراتكم. انا طبعا في نهايه الفيديو انا بشكر صاحب الشقه وعلى سلاسته في التعامل وعلى ذوقه واحترامه. بصراحه راجل جنتلمان في التعامل، محترم جدا. بشكر طبعا المهندسين اللي شغالين معانا في المواقع، والمهندسين اللي بترسم معانا 3 دي ماكس، واللي بينزلوا المعاينات. انا بشكر كل الناس والجروب اللي بيشتغل معايا يا جماعه، بشكرهم جدا، سبب من نجاحي بصراحه. وفي نهايه الفيديو هقول لكم بس ان انتوا استنونا خلال الاسبوع ده ان شاء الله ننزل لكم كمان فيديوهات لشقق مفروشه هتعجبكم جدا، وتقولوا لنا رايكم فيها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.